الفنان محمد سلام يعتذر عن موسم الرياض بسبب فلسطين. الاعلاميين عمرو اديب ومحمد الباز اتخانقوا مع بعض، مين مع ومين ضد. اللي عمله الفنان محمد سلام كشف الكل على حقيقته، ومين مع او ضد القضيه الفلسطينيه. ايه هي الحكايه؟ كل ده هنعرفه في عملة خربشه. الساعات اللي فاتت كشفت حاجات كتير في الوسط الفني والاعلامي، كل ده بسبب اللي عمله محمد سلام في الفيديو بتاعه والموقف اللي الكل اشاد بيه وانه مشرف ليه وان اي حد المفروض كان يعمله. محمد سلام قدم اعتذار عن المشاركه في بطوله مسرحيه زواج اصطناعي قبل افتتاحها ب5 ايام ضمن فعاليات النسخة الرابعة في المملكة العربية السعودية، وقال بسبب الأزمة العربية الحالية وإنه ما ينفعش يقدم أعمال فنية في الوقت ده. سلام نشر فيديو عبر انستجرام وقال بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعمل مسرحية، المفروض إنها مسرحية كوميدية فيها استعراضات وأغاني، والمفروض إننا هنعرض يوتيوب وهنعرض وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، وأنا مش متخيل إن أروح أعمل مسرحية وأغني وأرقص وإخواتنا في فلسطين بيتقتلوا. أنا مش هقدر أسافر، كان عندي أمل إن العرض يتلغى أو يتأجل، وحاسس إن أنا لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلوا وهكون خذلت. أنا بعتذر جدا عن مشاركتي في موسم الرياض. بعد ما سلام عمل كده ونزل الفيديو على صفحته ظهرت ردود فعل مختلفه، من ضمنهم الاعلامي محمد الباز اللي قال انه كشف وجوه كتير في الوسط الفني، اهمهم الاعلامي عمرو اديب، واللي الباز قال عليه انه في الاصل سعودي. في بدايه كلام محمد الباز عن عمرو اديب لما اديب دخل نفسه في الموضوع وحكى عن اللي شايفه، وقرر الفنان محمد سلام عن المشاركه في موسم الرياض، وقال عمرو اديب انه بيتفهم موقف ومشاعر كل انسان حزين دلوقتي عن الاحداث الراهنه، بس ما ينفعش حد يزايد على موقف المملكه العربيه السعوديه ولا يزايد على جهود الامير محمد بن سلمان ولا اي حد يقلل من مشاعر المواطن السعودي. وده اللي قاله عمرو اديب عن السعوديه في اشاره واضحه عن اللي عمله الفنان محمد سلام. ومن هنا بدات الخناقه بين عمرو اديب ومحمد الباز، لان الباز اعتبر عمرو اديب سعودي في الاصل، وقال عليه في برنامجه المواطن السعودي عمرو اديب يكشف عن ولائه الحقيقي. شكرا يا عمرو. ولحد هنا مشاكسات الاثنين مع بعض وقفت مؤقتا، بس ظهر على الساحه مواقف تانية مهمه قوي. ان موقع العاصمه الاخباري حكى ان في اتصالات بيتم اجراءها خلال الساعات اللي فاتت بمحاولات من بعض الفنانين الاعتذار عن عملهم في موسم الرياض، وده طبعا بعد الموقف اللي عمله الفنان محمد سلام واحراج اي حد هيشارك في الموسم الفتره ديت، سواء كان فنانين او مخرجين او مغنيين او حتى مصورين. طب هل الموقف اللي عمله محمد سلام هيغير حاجه في القضيه؟ ذكر موقع العاصمه الاخباري ان اعتذار الفنان محمد سلام لن يؤثر على المسؤولين في موسم الرياض بشيء، لان هناك شايفين ان ممارسه الفنون وعرضها للجمهور لا يعني التخلي عن الازمه الحاليه باي شكل على الاطلاق، بس من المتوقع ان يكون في قرارات جديده عن المتعلق بموسم الرياض. قطاع غزه بيواصل قصف اسرائيلي وحشد بالطيران والمدفعيه الثقيله، وعدد الشهداء تعدت 7000 من بدايه العدوان الاسرائيلي على غزه حتى وقت تصوير الفيديو ده، واكثر من 15000 مصاب، ومعظم الشهداء من المدنيين اغلبهم اطفال ونساء. اسرائيل بتقصف المستشفيات والمنازل والمساجد والكنائس واباده جماعيه، استثمار دولي عميق ومباركه اوروبيه امريكيه. وانتوا ايه رايكم في الموقف اللي عمله محمد سلام وبين المشاكسات اللي حصلت بين محمد الباز وعمرو اديب؟